السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد على قناه عالم خديجه. كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا فيديو اليوم، الا كنتوا كتشوفوا القناه لاول مره ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. اذا كيف ما كتشوفوا معايا فاليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم سلطه الزعلوك المغربيه في كوكوط اولا في طنجره الضغط. فكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وطبعا الا عجبتكم ما تنساوش خليو لي لايك للفيديو وتعليق من تعليقاتكم الجميله. بقاو معايا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. عندي فلفله، زوج الحبات الباذنجان. بالنسبه للخضر كتبقى دائما على حسب عدد افراد الاسره، ثم بصله صغيره. والتوابل كنحتاجوا ملعقه صغيره مملوءه ديال التحميره اولا البابريكا، نصف ملعقه صغيره ديال الخرقوم البلدي اولا الكركم، نصف ملعقه صغيره ديال الزنجبيل اولا سكينجبير، ثم ملعقه صغيره مملوءه ديال الكمون. وغنحتاجوا الفص من الثوم كبير شويه اولا البودره ديال الثوم عفوا، ثم الفلفل الاسود، وطبعا زيت الزيتون. وبالنسبه للطماطم انا غنستعمل صلصه الطماطم. كيمكن لكم تستعملوا 3 الحبات ديال الطماطم في هذه الوصفه هذه، وبنفس المقادير اللي ذكرت في الاول. انا غنستعمل صلصه الطماطم يعني على حسب المتوفر. في الاول غادي نقطعوا الخضر بشكل يعني متساوي. فبالنسبه لهاد الوصفه هذه فما كتحتاجش وقت كثير، دغيا يعني كتحضر بسهوله. غادي نستمر حتى نقطع البصله. فكاين البعض اللي ما كيستعملش يعني البصله في سلطه الزعلوك. انا كنفضل انني نستعملها، يعني كل واحد يعني عنده الاختيار. في طنجره الضغط غادي نوضعوا البصله وغادي نقطع باقي الخضر. فهنا انا ما غنشحر لا بصله لا حتى شي حاجه، مباشره غادي نوضع الخضر ديالي كامله في الطنجره. بنفس الطريقه دائما غادي نقطع الباذنجان، فانا خليته بالقشر ديالو. كيمكن لكم تزولوه، يعني كل واحد له الاختيار ديالو. فيكفي اننا ننظفوه مزيان. دائما كنقطعوه بشكل صغير. فهنا غنحاول نقطع الخضر كامله بنفس الطريقه. دائما كنوضع الكل في طنجره الضغط. اذا غنستمر حتى نقطع الخضر كامله بنفس الطريقه ونتلاقى معكم هنا بعد ما قطعت الخضر كامله وضعتها في طنجره الضغط كيف شفتوا. فهنا غنبدا نضيف التوابل. اولا غنضيف صلصه الطماطم. اذا ما عندكمش متوفره صلصه الطماطم كيمكن لكم يعني ديروا 3 ديال الطماطم، 3 د الحبات ديال الطماطم عفوا مقطعين. ثم غنضيفوا القليل من الفلفل الاسود اولا البزار. بالنسبه للناس اللي كيعجبها الحار فكيمكن لكم يعني توضعوا الفلفل الحار. هنا غنوضع التوابل اللي ذكرت من قبل، ثم ثوم بودره اللي كيتعوض بفص من الثوم، والملح دائما على حسب الذوق.
وقليل من زيت الزيتون، تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. صافي هنا غادي نخلط الكل جيدا. طريقة سهلة وما كتحتاجش لنا بزاف ديال الوقت. غادي نضيف لهم واحد نصف ليمونه حامضه، بعد ما عصرتها. فهنا لكم الاختيار، يعني كاين اللي يمكن يضيف الماء، كاين اللي لا. انا ضفت هنا غير القليل فقط من الماء، يعني قياس واحد الملعقه كبيره ديال الماء. وغادي نسد الكوكوط صافي وغنوضعها على النار. بمجرد ما غادي تصفر الكوكوط غادي نقص النار ونخليها على عافيه مهيله تقريبا 10 دقائق، وعاد غنطفي البوطه ونتلاقى معكم من بعد ان شاء الله. انا هنا بعد ما غلات الكوكوط، فهنا كيف شفتوا الخضره دغيا طابت، فانا خليتها على عافيه مهيله. ما غنشعل عليها باش غادي نشحر هاد الخضر مزيان ويتشرب ليا الزعلوك. ضروري ما نشربوه ونخليه واقف. كنعرفوا ان الباذنجان كيطلق الماء ديالو. هنا بعد ما شحرت الخضر فكيولي الزعلوك على هذا الشكل هذا، كيتشرب كليا من الماء. كيف شفتوا فما بقاش فيه الماء نهائيا، كيف ما كنا يعني كندوزوه هكذا بالملعقه فكيبان لنا انه ما كاينش الماء. صافي من بعد كنطفيو عليه النار، وعاد كنوضع القزبره الخضراء اولا المعدنوس، ثم القليل فقط من الزيتون، هكذا كيعطي واحد المذاق زوين. فانا دائما كنحرص ان القزبره الخضراء اولا المعدنوس انني نديرو حتى لاخر لحظه في الطياب، هكذا باش كيبقى محافظ على اللذه ديالته وعلى الفيتامينات اللي فيه. اذا البنات كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، فكنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. وطبعا الا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو وتعليق من تعليقاتكم الجميله. وما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم بسلام عليكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.